السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعات الأستاذ أحمد بشير ترحب بكم، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك ومتابعتنا لتصلك جميع الفيديوهات. إن شاء الله اليوم حنشوف في درسنا جمع وطرح المصفوفات زائد ضرب مصفوفة بعدد ثابت. أولا نشوف جمع المصفوفات. لدينا تعريف: إذا كان ألف فاصلة باء مصفوفتان لهما نفس البعد فإن مجموع ألف وباء يكتب ألف زائد الباء، ويعني المصفوفة التي نحصل عليها بجمع العناصر المتناظرة من المصفوفتين، وهذا هو تعريف جمع المصفوفات. خواص جمع المصفوفات: إذا كان ألف باء جيم ثلاثة مصفوفات لها نفس البعد فإن واحد جمع المصفوفات إبدالي ألف زائد الباء بيساوي باء زائد الألف. اثنين جمع المصفوفات تجميعي، بمعنى أنه ألف زائد الباء في غوز زائد الجيم يساوي ألف زائد الباء زائد الجيم، الباء والجيم في غوز. ثلاثة جمع المصفوفات من النوع ميم في نون عنصر محايد جمعي، لها عنصر محايد جمعي وهو المصفوفة الصفرية من النوع ميم في نون، يعني نفس النوع نفس البعد. لكل مصفوفة ألف من النوع ميم في نون نظير جمعي وهو المصفوفة سالب الألف من النوع ميم في نون. إذن لا بد أن يكون نظير الجمع من نفس البعد اللي هو نفس النوع. طرح المصفوفات تعريف: يكون طرح مصفوفتين ممكنا إذا كان لهما نفس البعد اللي هو نفس النوع. طيب، واحد إذا كان ألف 3 1 0 3 2 0 باء بتساوي 5 1 6 سالب 2 4 سالب 3 جد 1 ألف زائد الباء. طيب أنقل المصفوفة ألف، أنقلها نقل. يلا ألف تقول لنا شنو؟ العنصر الأول فيها منو؟ 3. يلا العنصر الأول فيها منو؟ 5. هتجمع الثلاثة والخمسة تبقى 3 زائد 5، العنصر الأول مع العنصر الأول. أحسنت يا بطل، ممتاز. يلا العنصر الثاني مع الثاني، العنصر الثاني في ألف منو؟ 1 وفي باء منو؟ 1. ممتاز. يلا اللي بعده الصفر هجمع مع منو؟ مع الستة. ممتاز، صفر زائد الستة. ثم الثلاثة زائد سالب 2 بجمع أنا في العناصر المتناظرة. ثم أجمع الاثنين والأربعة، 2 زائد الأربعة. ممتاز، أحسنت. وأجمع آخر عنصر مع آخر عنصر اللي هو صفر زائد سالب 3. طيب بعد ده جمع عادي، 3 زائد 5 8، 1 زائد 1 2، وعندنا الصفر زائد الستة بدينا كم يا بطل؟ 6. ممتاز. و3 ناقص 2 بتساوي شنو؟ 1. أحسنتا. و2 زائد 4 ب6، والصفر ناقص 3 بسالب 3. ممتاز يا راغي. قال العنصر المحايد الجمعي للمصفوفة ألف وهو مصفوفة صفرية لها نفس البعد لها نفس النوع. ألف 3 في 2 تبقى صفرية 3 في 2، يعني مكان أي رقم بيكون في صفر، إذن هتكون 0 0 0 نفس بعد ألف. بعد ألف كم؟ 3 في 2، هي هتكون مصفوفة صفرية 3 في 2. نمرة 3 النظير الجمعي. النظير الجمعي للمصفوفة ألف بغير الإشارات. الإشارة الموجبة بقلبها سالبة، والإشارة السالبة بقلبها موجب. في ألف أمشي الألف 3 تبقى بالسالب، الواحد بيبقى سالب الواحد، الصفر كما هو، الثلاثة تبقى سالب الثلاثة، الاثنين تبقى سالب 2. إذا النظير أنا بغير الإشارة فقط. يلا حيكون الصفر كما هو ثابت. يا سادة يا كرام شبابنا الممتازين والراغين، أقول إذا كان ألف بتساوي لنا 5 سالب 2 سالب 1 والصفر، باء بتساوي 3 4 سالب 6 2 جد ألف ناقص باء.
شوف أول عنصر من ألف أنقص من أول عنصر من باء. أول عنصر منه 5. أحسنت، تصبح الخمسة ناقص الثلاثة. فيري جود، ممتاز. يلا يا بطل. العنصر الثاني منه سالب الاثنين ناقص منه 4. فيري جود. واللي بعده سالب الواحد سالب 6. يعني شنو؟ سالب 6. طيب وتجي الأخير الصفر ناقص 3. تمام، أحسنت. يلا تعالوا جاوبوا معاي. 5 أنقص منها 3 بكم يا بطل؟ 2. ممتاز. سالب 2 وسالب 4 بسالب 6. أحسنت. يلا هنا سالب السالب بموجب، تبقى سالب 5 زائد 6 سالب 1 زائد 6 بموجب 5. وعندنا سالب 2 تظل كما هي. 3. إذا كان حاصل جمع المصفوفتين ميم 3 سالب الواحد ألف 2 نون عبارة عن 2 1 وسالب الاثنين وباء يساوي المصفوفة كاف 5 جيم وعندنا 2 وسالب الواحد. جد قيمة كل من ألف باء جيم. يلا هنجي نشوف. عندنا أجمع عليهم ميم والنون. أول عنصر في ميم منه 3 وأول عنصر في نون منه 2. يلا أجمعهم. 3 زائد 2. يا سلام عليك يا بطل. يلا العنصر الثاني منه سالب الواحد. أجمعه مع النون مع الواحد. أحسنت. سالب الواحد زائد الواحد. ممتاز. طيب وتجي بعده ألف زائد سالب 2. فيري جود. ممتاز. يلا وآخر عنصر منه الاثنين. أجمع مع آخر عنصر منه باء 2 زائد الباء. أحسنت يا بطل. الكلام ده المفروض يساوي شنو؟ يساوي كاف. أنقل كاف، أنقلها بس 5 وجيم و2 وسالب الواحد. يلا شوف ألف دي موجودة في العنصر رقم 3. إذا ألف ناقص 2 بيساوي له عنصر رقم 3 هنا كم؟ 2 في الطرف الأيسر. تمام. يلا خلي الألف موضع القانون، أرحل 2 للطرف الثاني تبقى 2 زائد 2 بكم؟ ب4. ممتاز. يلا تعال معاي للباء. آخر عنصر 2 زائد الباء يساوي آخر عنصر في الطرف الأيسر اللي هو منه سالب الواحد. يا سلام عليك يا بطل. يلا باء تساوي سالب الواحد. الاثنين تجي بالسالب تبقى سالب 2. سالب 1 وسالب 2 بسالب 3. أحسنت يا سادة يا كرام. باقي لنا الجيم سالب الواحد زائد الواحد. عنصر رقم 2 سالب الواحد زائد الواحد بكم يا أبطال؟ بصفر. ممتازين. ربنا يوفقكم وربنا يعينكم يا سادة يا كرام شبابنا الممتازين. نجي لمسألتنا بتقول في 4 إذا كان ألف يساوي 4 2 س 1 ألف وباء بتساوي لنا 2 قصاد 3 و2 وجيم بتساوي لنا 2 1 سالب 2 وعين. إذا كانت ألف ناقص الباء بتساوي لنا جيم جد قيم كل من س صاد عين. المرة دي نفترض المساحة صغيرة في الامتحان، أدوكم حلة صغيرة. يلا ما تجيب المصفوفات كلها، اشتغل طوالي مباشرة. مثلا أنا داير منه؟ أنا داير السين. يلا هقول السين ناقص 3 بتساوي سالب 2. ليه ما عايزين نجيب المصفوفات؟ لأنه بافتراض أن المساحة صغيرة في الامتحان. تبقى العنصر س العنصر المناظر له 3 بيساوي العنصر المناظر لهم في ج اللي هو سالب 2. أحسنت. السين تساوي سالب 2 زائد 3. يلا هيساوي كم؟ موجب 1. أحسنت. يلا ممكن نشتغل مصفوفتين أول نطرحهم زي ما عملنا المرة اللي فاتت، لكن الآن بافتراض أنه مساحة صغيرة. طيب نجي نشوف اللي هي الاثنين ناقص الصاد اللي هو العنصر الثاني ناقص العنصر الثاني المفروض يساوي لنا العنصر الثاني من ج اللي هو منو؟ الواحد. يا سلام يا بطل. يساوي لنا الواحد. ممتاز. الصاد سالبة أحولها الطرف الأيسر تبقى موجب، والاثنين الواحد يجي الاثنين يجي بشنو؟ بالسالب. تبقى صاد تساوي 2 ناقص 1. خدت الواحد. أيوة الصاد تساوي 2 ناقص 1 بكم؟ ب1. ممتاز. طيب باقي لي العين. آخر عنصر في اللي هو 1 ناقص العنصر الأخير من ب اللي هو 2 يساوي العنصر الأخير من ج عين. طيب العين تساوي 1 ناقص 2. يلا لاحظ معي 1 ناقص 2 بكم؟ بسالب الواحد. ممتاز يا بطل يا راغي. شغل مميز. ممتاز. 5 إذا كان
ألف يساوي لنا 3 سالب الواحد و2 5 سالب 6 7 وباء بيساوي لنا 2 0 5 4 3 سالب الاثنين جد ألف زائد الباء 2 2. شوف أسهل طريقة بدل اشتغل أوزع الاثنين 2 دي تبقى ألف 2 2 زائد باء 2 2. ألف 2 2 بكم؟ بسالب 6. أحسنت. وباء 2 2 بكم يا بطل؟ ب3. ممتاز. يلا الفرق بيناتهم على علامة الكبير تدينا كم؟ يساوي لنا سالب 3. ممتاز. جد ألف ناقص الباء 1 3. وزع تبقى ألف 1 3 ناقص باء 1 3. يلا ألف 1 3 بكم يا بطل؟ 2. يا سلام. وباء 1 3 كم؟ 5. يا سلام. أحسنت. يلا 2 ناقص 5. الفرق بيناتهم عن الكبير بكم؟ بسالب 3. ممتازين يا أبطال يا سادة يا كرام يا مميزين يا راغين. أقول للشباب الممتازين في 6 إذا كان السين 1 والأربعة والاثنين صاد زائد الصاد والاثنين 1 1 يساوي لنا 3 3 5 5. يلا جيت كل من سين وصاد. يلا شوف أجمع العنصر الأول مع العنصر الأول طريقة السين زائد الصاد. تمام بطل. يلا واجمع الواحد زائد الاثنين بكم؟ ب3. ممتاز. أحسنت. يلا و4 زائد الواحد بكم؟ 5. فيري جود. و2 صاد زائد الواحد خليها كما هي. أنقل الطرف الأيسر أنقله 3 3 5 5. فيري جود. ممتاز. يلا آخر عنصر 2 صاد زائد الواحد يساوي آخر عنصر في الطرف الأيسر 5. الاثنين صاد تساوي 5 ناقص 1 بكم يا بطل؟ 4. أحسنت. ممتاز. اكتب 4 يبقى 2 صاد تساوي 4. اقسم على 2 صاد على 2 الباقي ليه منو؟ الصاد. ممتاز. نكتب صاد. يلا يساوي اقسم الأربعة على 2 اللي هي مع الصاد. 4 على 2 بكم؟ ب2. أحسنت. ممتاز. بارك الله فيك. س زائد صاد العنصر الأول بيساوي لنا 3 لأن العنصر الأول من الطرف الأيسر ولقينا الصاد بيساوي لنا 2. تعال عوضة تبقى س زائد 2. أحسنت. يساوي 3. السين تساوي 3 ناقص 2. أودي 2 للطرف الثاني تجيني بالسالب. طيب 3 ناقص 2 بكم؟ بلقاها بتساوي 1. يبقى س تساوي 1. ممتاز يا بطل يا راغي يا ممتاز. طيب نجي يا سادة يا كرام لثانيا ضرب مصفوفة بعدد ثابت. تعريف: حاصل ضرب العدد كاف بالمصفوفة ألف يكتب كاف دوت ألف أو كاف في ألف أو كاف ألف هو المصفوفة التي نحصل عليها بضرب كل عنصر من ألف بالعدد كاف. خواص ضرب المصفوفة بعدد: أقول إذا كان ألف باء مصفوفتين من نفس النوع اللي هو البعد واللام كاف أي عددين حقيقيين ثوابت فإن واحد. كاف ألف زائد الباء هي خاصية توزيعية. كاف ألف زائد كاف باء 2. كاف زائد اللام ألف وزع الألف تبقى كاف ألف زائد لام ألف خاصية توزيعية. 3. يلا يا سادة يا كرام عندنا الكاف واللام والألف تجميعية. جمعنا اللام والكاف وحيجمع الثاني اللام والألف. ممكن تجمع اللام والألف أول وبعد تجمع اللام والكاف. إذا كان ألف 3 وسالب الواحد جيت 2 ألف. يلا أضرب أول عنصر في 2. 3 في 2. فيري جود. أحسنت يا بطل. أضرب في 2. يلا تعالى نمشي عنصر بعده سالب الواحد أضربه في 2. يا سلام عليك يا بطل. يلا بعد تجيب الناتج تلقى الإجابة هي 2 ألف بتساوي لنا 6 ومعاها سالب كم؟ سالب 2. فيري جود يا شاب يا ممتاز يا راغي. إذا دي قيمة 2 ألف. ضربنا أي عنصر في ألف في العدد 2. يلا يا شبابنا أقول إذا كانت ألف 2 سالب الواحد و2 ب عبارة عن 1 1 و3 و2 سالب 2 جد
ألف زائد 2 بقى أنقل ألف أنقلها بس 2 سالب الواحد سالب الواحد 2 تمام زائد يلا دي 2 وخد الباء أنقل بقى أنقل يا بطل أنقل الباء أيوة 1 1 2 وسالب 2 فيري جود ممتاز نزل ألف نزلها ما تهبش زي ما هي هنقولها بس نقل هيكون عندك شنو 2 سالب الواحد سالب الواحد 2 فيري جود يلا اضرب يلا يا بطل 2 في 1 بكم ب2 ممتاز 2 في 1 ثاني كم 2 احسنت يلا 2 في 2 بكم 4 مميز يلا واضرب الاثنين في سالب الاثنين تدينا سالب 4 فيري جود يلا تعال اجمع العنصر الاول مع الاول 2 زائد 2 كم 4 احسنت سالب الواحد زائد الاثنين بموجب 1 وسالب الواحد زائد 4 بموجب 3 و2 ناقص 4 بسالب 2 يا سادة يا كرام يا شبابنا يا ممتازين يا رغين. بعدها عايزين 3 ألف ناقص 4 بقى اكتب الثلاثة انقل ألف انقلها يا زول انقلها نقل 2 ثاني سالب الواحد ثاني سالب 1 ثاني 2 قاعد تعملوا شنو بنقول ناقص 4 انقل الباء انقلها 1 2 سالب الاثنين يا سلام على الشاب الراغي يلا اضرب الثلاثة في 2 اجمع اضرب معي 3 في 2 بكم 6 فيري جود يا سلام يلا 3 سالب الواحد ضرب عادي 3 سالب الواحد بكم يا شباب بسالب 3 مميز والثالث سالب الواحد بسالب 3 والثلاثة في 2 تدينا كم 6 احسنت نحن خلصنا الان الجزء المتعلق بالضرب في 3 ناقص اضرب في 4 4 في 1 ب4 يا سلام و4 في 1 ثاني ب4 فيري جود و4 في 2 ب8 الله يا سلام اكتب الثمانية والأربعة في سالب 2 بكم سالب 8 احسنت يا بطل يلا 6 انقص منها 4 الباقي ليه كم 2 يلا اكتب 2 احسنت 2 طيب سالب 3 ناقص 4 تبقى سالب 7 سالب 3 ناقص 8 تبقى سالب 11 و6 سالب السالب بموجب 6 زائد 8 بكم ب 14 ممتازين يا سادة يا كرام شبابنا الراغين المميزين. أجي يا شبابنا أقول إذا كان ألف يساوي 2 سالب الاثنين سالب الواحد والواحد وعندنا الباء بتساوي 0 سالب 3 2 الواحد. طيب ما المطلوب جيد 2 ألف ناقص با يلا خط 2 انقل الألف انقلها يا بطل انقلها 2 وثاني سالب 2 وثاني سالب الواحد وثاني 1 احسنت يلا انقل الباء ناقص انقل الباء انقلها نقل بس ما تتعب كتير يلا 0 وثاني سالب 3 وثاني 2 وثاني 1 ممتاز يلا تعال اضرب 2 في 2 كم 4 فيري جود ممتاز و2 في سالب 2 بسالب 4 احسنت و2 في سالب الواحد بسالب الاثنين مميز و2 في 1 بكم ب2 فيري جود ناقص 0 سالب 3 الاثنين والواحد يلا تعال نطرح 4 ناقص 0 بيساوي 4 فيري جود سالب 4 ناقص 3 بسالب 1 يا سلام سالب 2 ناقص 2 بسالب 4 فيري جود و2 ناقص 1 بكم ب1 ممتاز يا بطل 4 جد 2 1 2 5 3 زائد نص المصفوفة 6 4 سالب الاثنين وموجب الاثنين يلا نضرب اولا اضرب 2 في 1 ب2 ممتاز 2 في 2 كم 4 فيري جود و2 في 5 بتساوي لنا كم يا شاطر 10 احسنت و2 في 3 بكم 6 ممتاز زائد انتبه ركز نص معناه اقسم على 2 اضرب الناتج بس ما دام البسط واحد ما تضرب الناتج 6 على 2 بكم ب3 بس خد الثلاثه لما يكون في كسر اقسم طيب و4 على 2 ب2 احسنت سالب 2 على 2 بكم سالب الواحد مميز والاثنين على 2 بكم بموجب 1 يا سلام عليك يا راغي يا سلام يلا اجمع 2 زائد 2 كم 5 يا سلام فيري جود اكتب الخمسة ممتاز يساوي 5 والأربعة زائد الاثنين يساوي كم 6 ممتاز يلا 10 نقص منها 1 تدينا 9 6 زائد 1 7 ممتاز يا راغي مميز يا راغي
نمشي لمسألتنا الأخيرة وبتقول إذا كان ألف يساوي 3 1 سالب 4 و6. تمام. جد شوف ألف زائد 2 في منقول ألف. 2 في منقول ألف. شوف ربط الدز بالمنقول أنقول ألف. أنا قاعد أكتب ألف كتبتها بكتب في ألف زائد 2. يلا تعال جيب المنقول هنا. الصف يبقى عمود أو العمود يبقى صف. الثلاثة والواحد الصف الأول يبقى العمود الأول والسالب 4 و6 تبقى العمود الثاني. يلا تعال بعد ننزل المصفوفة ألف زي ما هي 3 1 سالب 4 و6. ممتاز. يلا أضرب زائد أضرب 2 في 3 بكم؟ 6. ممتاز بطل. أكتب 6 و2 في سالب 4. 2 في سالب 4 يساوي 8. 2 في 1 ب2. ممتاز. و2 في 6 يدينا كام؟ 12. ممتاز مميز. يتعال نجمع الأول مع الأول. 3 زائد 6 كم يا بطل؟ 9. فيري جود أحسنت. 1 ناقص 8 سالب 7. ممتاز. وسالب 4 زائد 2 بسالب 2. يا سلام عليك يا شاطر. ركب سالب 2 و6 زائد 12 يدينا كام؟ 18. أتمنى لكم التوفيق وربنا يعينكم وربنا يوفقكم وربنا يحفظكم إن شاء الله.